يا صباح الهنا على قلوبكم، يا صباح الورد. تعالوا يلا نفطر ونبدأ اليوم واقول لكم هنعمل ايه النهارده. بس تعالوا يلا نلم الهدوم. اهم حاجه قبل ما ابدا الفيديو تصلي على الرسول، وما تنساش اللايك والاشتراك بتاعك عشان يوصلك كل جديد مني. يا احلى متابعين في الدنيا، يا احلى متابعين في الدنيا بجد. انتوا بتنوروني، بتنوروا القناه بتاعتي. بحب دعمكم وده شرف ليا ان الناس الحلوه دي كلها بتتفرج عليا. طبعا طلبتوا مني روتينات، بس انا اليومين دول مهيأ تعبان وفي حاجات كتيره قوي متلخبطه. بس انا قلت ما ينفعش ازعلكم، لازم اعمل لكم اي حاجه. يعني ايه اي حاجه كده علشان خاطر ما تزعلوش مني. انتوا عارفين ان انا ما اقدرش على زعلكم. انا طبعا كنت قايمه من النوم الساعه 2، من الساعه 2 لحد التوقيت حالا بعد ما فتحت لكم لايف حالا. اقسم بالله لسه قاعده حالا اهو. ازاي مش عارفه، بس يلا كله خير وربنا بيعين وربنا ما بينساش حد. وبيعني وبيقدرني عشانكم والله، يعني عشانكم وعشان بيتي. فطبعا اهم حاجه تدعموني. قولولي اعمل ايه في يعني انا عايزاكم كل اللي بيتفرج عليا يكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو، كويس ولا لأ، بتستفادوا ايه، تحبوا تعملوا ايه. انا بحب تشجيعكم جدا 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 بجد. بحب كلامكم الحلو، فيديوهاتكم، يعني الفيديوهات اللي انا بعملها وانتوا بتردوا انا ببقى مبسوطة بيها جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تعالوا يلا بقى نقول بسم الله ونشيل كل اللي في الأوضة. كله بقى ايه. انا طبعا يعني بقالي ايه، لا هو تقريبا الاسبوع ده شغلنا المكنسة بس من يوم السبت. يوم الجمعة كنت عند ماما، والخميس انا بروق، كل خميس بروق. بشغل المكنسة، بلمع العفش كده على قد ما اقدر. طبعا ام يوسف اللي بتساعدني مش موجودة، فانا بضطر ان انا ايه، ما ينفعش اسيب شقتي كده. فعلى قد ما اقدر بعمل، بسيب الحاجات التقيلة عليها هي. المهم هنشيل بقى السجاد. يا جماعة والله بصوا، ربنا يعلم الواحد في ايه اليومين دول. الحمد لله ربنا بيعين. انا بعمل لكم على قد ما اقدر. انتوا عارفين ان انا بصحتي، وكنت في اعز الايام كنت بقوم وبشيل وبعمل. بس انا اليومين دول مهيأ تعبان. الدنيا ملخبطه شويه. شويه تظبيطات يعني محتاجه تتظبط كده، بس ان شاء الله كله هيعدي. فالحمد لله. بصوا هرجع واقول لكم الحمد لله ربنا ما بيعملش اي حاجه وحشه. تعالوا بقى ايه، يلا ندي كنسه للارضيه كده. الارضيه طبعا نضيفه ما فيهاش حاجه. انتوا عارفين ان احنا اصلا ايدنا يعني ايدينا فيها اول باول. فايه هنديها مسحه وهنفرش الحاجه تاني. خلاص. انا هنا بقى ايه، قلت ما عايزه اصور لكم، بس شوفوا استاذ مهيد كل شويه يجي قدام مني ومش راضي يسكت. مش عارفه اعمل فيه ايه، قولوا لي اعمل فيه ايه. ما اقدرش اعمل فيه حاجه، ده روح قلبي ده. ربنا يحفظه يا رب ويخليهولي ويبعد عنه اي حاجه وحشه يا رب. يلا كله خير. انا زعلانه جدا بعد ما سجلت الفيديو. اللهم صل عليك يا نبي. التسجيل راح، مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. كل شويه عيد في التسجيل. يلا بقى خير. المهم ان انا بشكركم على دعمكم ليا وتشجيعكم. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. انا اصلا مش عارفه، قلت كلام كتير قوي في الفيديو اللي فات، مش عارفه في ايه. المهم يلا نبدا مع بعض ونكمل بقيه الفيديو. مسحت بقى السيراميك كله بميه، وميه سخنه، دوني، معطر ارضيه، شويه ملح، شويه خل. بمسك بقى ايه الارضيه كلها كده. احب اطهرها بصراحه، خصوصا بالميه السخنه. انا كنت عايزه بصراحه بقى ارغي بقى واعمل عمال دي، بس صدقوني والله العظيم ما كان عندي وقت. كانش عندي وقت خالص. بصوا هنكمل. طبعا الستاند اتكسر. فانا ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه. حاولت ان انا ايه الم الدنيا كده وايه، وان انا احط الموبايل في اي حته اسند بيه. اتفقنا. المهم
عايزه دعوه حلوه منكم. انا بشكر جدا الناس اللي بتتفرج عليا وبتدعمني، مش عارفه اقول لكم ايه. بصراحه كتر خيركم والله العظيم. انا غصب عني الفتره اللي فاتت ما كنتش عارفه بقى يعني احط لكم حاجه خالص. مهيت كان تعبان جدا، كنتش عارفه اصور لكم اي حاجه، وعارفه ان انتوا كنتوا بتستنوا الفيديوهات بتاعتي. فطبعا احنا خلاص خلصنا المسيح. السيراميك بتلمع الحمد لله زي الفل وزي العسل. يلا بقى احنا عايزين ندخل المطبخ عشان ورانا هم متلتل. هم ايه متلتل؟ يا خرابي يا قروبة، انت ايه اللي سواحك التسويحة دي؟ انتوا اللي طلبتوا مني، انتوا اللي طلبتوا مني. يلا شوية مية سخنة بقى، عليهم شوية بريل، عليهم شوية خل، وايه ونروق الدنيا بقى. بصوا بقى، امسكوا بقى الايه المواعين دي كلها بقى ندلعها كده. عايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت اليومين اللي فاتوا دول كنتش في فتره، في يوم فتحت فيه لايف وتاني يوم ما فتحتش فيه لايف. فكنت دايما لما بفتح لايف بفتح كاميرا على الحاجات اللي انا بعملها، وبقعد اتكلم معاكم. في ناس بتتفرج على اللايف بتاعي وفي ناس لا، الناس اللي هي بتبقى فاضيه يعني. طبعا الاطباق دي احنا انا بطلع فيها مثلا اي حاجه لله، في حد عايز حاجه بديها له، في اكل باقي في كده، فاهمين؟ ربنا يجعل في ميزان حسناتنا كلنا، وربنا يعدينا من الفتره دي على خير. واقول لكم ربنا يجعلكم دايما كل حاجه خطوه من خطيها في ميزان حسناتكم. دعيتوا دعوة حلوة ولكم بالمثل، قلتوا حاجة حلوة ولكم بالمثل. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطر الناس. فاحنا طبعا ايه يا جماعة، والله العظيم ما عايزين اي حاجة غير ان ربنا يسترها معانا ويخرجنا من الفترة دي على خير، ويجعلها ايام السعد والهنا على قلوبنا كلنا يا رب، وينجح ولادنا ويحفظهم. الايام اللي احنا فيها دي ايام غريبة والله. عايزه اقول لكم ان انا بيتقال عليا ان انا مليونيره. يا ريت. الحمد لله احنا كلنا ولاد 9، كلنا زي بعض. دي سلكة بقى كده، في حد سألني عليها في اللايف. يا جماعة السلكة دي ناعمة مش خشنة، حسيت انها ما بتجيبش معايا سكة بصراحة، شلتها واستخدمت الاسبونشة السلك دي. انا كنت عاملة بطاطس بالكركم، هبقى انزل لكم الوصفة بتاعتها، طبعا صورتها وكده، هبقى اوريها لكم. انا بقى ايه قلت اما افتح معاكم بقى ايه اوريكم بقى الروتين بقى، ان انا واحده صاحيه من بدري يا دوبك فطرت وقمت ما قعدتش. يا جماعه انا بصحى متاخر علشان انا بنام اصلا متاخر، فالطبيعي ده وقتي، ده يومي. ابو مهيد اصلا بيجي الساعه 5، بيجي الساعه 6. لا بيجي 5، ما بيجيش 6 دي، وساعات بيجي بدري والله. فهو جاي بقى جاب لنا بقى شويه حاجات حلوه كده، كان معدي، كان ناقصني حاجات في الشقه بصراحه، وبقالنا كام يوم ما نزلناش، وانا مش عارفه انزل عشان مهيد. هو عدى بقى جاب لنا فاكهه وجاب لنا خس وحاجات حلوه والله. اللي كانوا معايا في اللايف شافوا الحاجه اللي هو جابها لي. بصوا بقى احنا هنا ايه، هنوضب بقى الحوض عشان احنا لسه ورانا هم متلتل. انتوا لسه شفتوا حاجة؟ شفتوش حاجة؟ كملوا الفيديو للاخر، لسه. المهم لو انت معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات. امان عليكي وانت خارجه من الفيديو ده لما تحطي لايك والاشتراك بتاعك الحلو، بجد بيفرق معايا جدا. عايزه اقول لكم الناس اللي بتتفرج عليا مش عاملين لي اشتراك ولا اي حاجه. طب ليه؟ طيب ليه يعني؟ ما استاهلش منكم لايك ولا اشتراك بعد التعب ده كله؟ بصوا بقى، دي شويه صلصه كانوا في الفريزر، صلصه كشري، صلصه كشري ايه، صلصه بطاط بتاع ببصل. بص الدنيا ضاقت مني اقسم بالله، لسه قاعده حالا والله حالا. ننزل عليهم بقى شويه فلفل اسود وشويه كزبره وسبع بهارات ودبس رمان بقى، خلطه المحشي بقى، لان احنا هنعمل ورق عنب فلازم يبقى دلع الدلع دبس رمان ده. علمي بقى شويه الرز. طبعا يا جماعه والله العظيم فضلت واقفه على رجلي لحد ما حشيت وعلقت على المحشي. انا طبعا لما بحشي الورق العنب ما بحطش تحت منه حاجه، ساعات بحطه في الطواجن وساعات لا. تعالي بقى اما اقولك على تتبيله فراخ. انا كان عندي فراخ وركين مخليين. هاتي بقى ايه، هقولك بقى على وصفه سهله خالص. هاتي كيس صلصه، انزلي عليه شويه بصويا صوص، فلفل اسود، زعتر،
قلبي بقى كله في بعضه، ومتنسيش تحطي شويه الزيت. عندك توم باودر وبصل باودر حطي، ما عندكيش خلاص مش مهم. نزلت بشويه كركم كده عشان يدلع الدلع، وشويه بابريكا. خلاص. عايزه اقولك اصلا لو انت جبتي كيس صلصه بس وحطيتي عليه، احنا حطينا حالا فص توم مهروس، هاتي الصلصه حطي عليها فص توم مهروس وشويه الخل ونص ليمونه بس، شويه فلفل اسود، انسي طعم في حته تانية. انا طبعا احط الخل والليمون حالا. وصفه جميله، الفراخ ما فيهاش اي حاجه خالص، ريحتها حلوه، طعمها حلو قوي قوي قوي، وما خدش مني وقت. طبعا انا جايبه الوركين دول مخليين، فطبعا ايه كملت عليها أنا مش عارفه مالي، والله ما عارفه مالي. زغزغتها بالسكينه نغستها بالسكينه لحد ما ايه ادخل فيها التتبيله دي كلها. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا بتعامل بايدي، بحبش اي بقى حوارات ولا كيس ولا الكلام ده. كلنا ايه نرجع لايام زمان، كلنا كنا بنتعامل كده، وانا بحب الحاجات التلقائيه، بحبش التزويق يعني. خلاص بقى، طبعا انتوا اكيد عارفين بتعملوا في بيوتكم ايه، كل واحد وليه نفس وليه طعم في البيت، وكلكم اصلا ستات بيوت زي بصوا شاطرين وزي العسل، اقسم بالله. ايا كان بقى، اكبر مني اصغر مني، الناس طبعا مش مصدقه سني دوام، بس انا فعلا صغيره والله. يلا جبت بقى نص كيلو ورق عنب كده. دول ايه بقى؟ دول 7 بهارات، ركزي معايا، انا عملت ال7 بهارات في البيت. كم يعني؟ شوية حبهان، على شوية فلفل اسود، على شوية كزبرة، على شوية قرنفل، على على ورد اللي هو بتاع ورد بتاع الشوربة ده، وزعتر وروزماري. حطيت حاجات كتير قوي كده على بعض، يا لهوي على الريحة، يا لهوي. خدت منهم شوية للمحشي في حتة تانية خالص خالص خالص. يلا بقى الدنيا نشفت بقى وكل حاجة تمام، وحشيت وعلقت على المحشي. حطيت على المحشي على وشه دبس رمان وليمون، وعلقت عليه والفراخ في الفرن. يلا بقى نفرش السجادة الحلوة دي. خلاص. انا طبعا يا جماعة مش عارفة اشيل حاجة، بشيل بالعافية عشان الشقة ساقعة ومهيد، رغم ان انا مقفلة كله زي ما انتم شايفين بقى. بصوا بقى، انا اصلا بحط الدفاية دي على طول على الكرسي ده، عشان لو مهيد قاعد على الكرسي يتدفى ما يبقاش سقعان. او احنا برضو خلاص كل حاجة بقت زي الفل، غيرنا فرشة السرير. تعالوا يلا ندخل على اوضة الاطفال. بصوا المنظر، بصوا شايفين بعينيكوا. يلا هشيل بقى ايه كوميدينو ده، كان جنب الدولاب كده، احنا هنشيله من مكانه عشان الدنيا دي هتتقلب قلب حالا، قلب جامده. استنوا انتوا رايحين فين؟ انا راضيه ذمكم، ينفع مهاد واللي بيعمله ده؟ يرضي مين؟ والله يزهقني اقسم بالله. يلا هنشيل حاجه حاجه زي ما انتوا شايفين كده. السجاده لميناها، ده ما بين السرير اهو، عملت فاصل بين السرير والسرير، وشلت التربو ده اسمه ايه، الفريزر بتاعي. بصوا الصاج دون كبير، مقاسه كبير عن عندي، فهعينه مع الحاجة تحت السرير. عايزه اقول لكم بقى ان احنا ايه، شفتوا نقلت في ثانيه الفريزر اختفى في ثانيه حطيته في جنب الدولاب، رجعته مكانه. بعدت السراير عن بعض، انا كنت حطاها كده علشان خاطر التكييف. في الفترة اللي كنا في الصيف فيها، التكييف اللي هناك كان بيجيب مية، فاضطرينا نيجي في الأوضة هنا. هنشيل بقى يلا فرش السرير دي كلها. عايزه اقول لكم يا جماعه، محدش بينام على السرير دي. اي دي معلومه، مفيش حد بصوا بقى، حصل معايا موقف اقسم بالله، اقسم بالله الدفايه اتقطعت ازاي هقولك بقى. انا يا دوبك العفش محطوط متلزق في بعضه، يعني الحته اللي هي التسريحه ماشي. عايزه اوريكي بس التسريحه. بصوا شايفين البقعه اللي هناك دي والبقعه دي من مهيد. ده كان عصير تقريبا، لا كان ايه، كان بياكل طماطم او فراولة حاجة زي كده. بصوا بقعت والله، حاولت اطلع فيها، بس هي البتاعة دي عايزة جهاز معين كده عشان اعرف اشيل بيه الحاجة اللي في المراتب دي. يلا بقى نغير. والله العظيم الدفاية اتقطعت، اقسم بالله اتقطعت قطعة، ما كنتش عارفة اشدها من جنب التسريحة واتقطعت. هنغير بقى ايه. عايزه اخد رايكم في حاجه. بصوا انا حطيت دفايه اهو، طبعا نحط الكفر بتاع الخداديات كده زي ما انت شايفه، ده بتاع اللحاف. وبرضو المخده الكبيره هحط لها برضو بتاعه اللحاف.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصوا، يعني ايه، الحاجة اللي هنخلص منها ايه، اللي يعني هنغسل، هنحط دورة في الغسالة البتاع الدفايات اللي احنا شلناها دي. انا طبعا ليه ما بحطش ملاية تحت البتاع؟ عشان انا اصلا ما فيش حد بينام في الاوضه، مهيد اللي بيبهدل، انما على النوم ما فيش حد بينام في الاوضه. بصي، ده الحفة، حاساها مش تقيلة، مش عارفة ليه. بصوا هنشيل ده كمان. يلا بقى ايه، نشيل الملايات. انا بسميها ملايات، ما هي ملايات زي الدفات يا جماعة والله. معلش معلش، عارفة ان انا مهيسة، اقسم بالله غصب عني، والله العظيم غصب عني. بقولكوا لسه ما قعدتش. هنفض بقى السرير، هو مفيهوش حاجة. انتوا عارفين ان ايه، ام يوسف اللي كانت عندي دي بصراحة ما شاء الله ما كانت بتروق وبتعمل. يلا بقى ايه، نحط بقى الحاجة بتاعت المخدات. تعالوا بقى، عايزة اخد رأيكم في حاجة. ايه رأيكم لما افرش اللحاف كده، ولا احطه زي ما انا كنت محطاه الاول واطبقه؟ قولوا لي وبس، ادوني رأيكم. اخليه كده ولا اطبقه؟ انا بقى كنت خلصت كل حاجة. ينفع بقى استاذ مهيد الاقيه مقلب لي اللعب تاني؟ لا ما ينفعش، وما يرضيش ربنا. قولوا له في التعليقات ما ينفعش يا مهيد اللي انت بتعمله ده. يلا بقى ايه، هنولع عود بخور كده، نمشي بيه في الشقة شوية وبعد كده نسيبه في الصالة. عايزة اقولكوا البخور ده تحفة، ريحته حلوة قوي قوي، وبتقعد في الشقة فترة. بصوا، يلا يا مهيد، يلا كله لاجي عيونك. رجعنا الأوضة كما كانت. المطبخ فيه شوية كراكيب هنخلصهم في اللايف. يلا، وادي المحشي الورق عنب والفراخ هناك اهي. شوفوا الشوكة على خير. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك.